البيرن اوت مش بيجي من فراغ، بيجي من افكار مغلوطه احنا اتربينا عليها وصدقناها لحد ما بقت جزء من حياتنا. في الفيديو ده انا عايزه افتش معاكي على الافكار دي ونفكها مع بعض واحده واحده. الكذبه الاولى: انا اقدر اعمل كل حاجه. مين قال ان الام لازم تعمل كل حاجه لوحدها؟ الطبخ، التنظيف، الشغل، تربيه الولاد. كانك سوبرمان ومحدش بيشوف كل ده، بس انت عايشه فيه كل يوم. invisible load: الفكره ان الحمل اللي انت بتشيليه ده اسمه حمل خفي. ابعي تفتكري انك ام فاشله لو مش قادره تعملي حاجه. انت بني ادم ليه طاقه وليه حدود. الكذبه الثانيه: الاهتمام بنفسي انانيه. كم مرة عملتي حاجة لنفسك وحسيتي بالذنب؟ الفكرة ان الاهتمام بنفسك مش رفاهية، ده شرط عشان تعيشي، زي الاكسجين بالظبط. لو انت مهملة في نفسك ومش طايقة نفسك طول الوقت، عمرك ما هتعرفي تدي حب واهتمام لاولادك. الاهتمام بنفسك ده مش انانية، ده انقاذ. الكذبة الثالثة: طلب المساعدة ضعف. مفيش ام تقدر تكمل لوحدها. طلب المساعدة ده مش ضعف، ده ذكاء. لو انت بتنهاري ومش قادرة، ليه شايفة انك لازم تثبتي انك سوبر هيرو؟ اللي بيطلب مساعدة هو اللي فاهم نفسه وبيحافظ عليها. الكذبة الرابعة: ولادي محتاجيني كاملة ومثالية. ولادك مش محتاجين ام مثالية، ولادك محتاجين ام حقيقية، اللي بتضحك وبتتعلم وبتغلط، اللي بتعتذر لما بتعمل حاجة غلط، اللي بتعلمهم وتبين لهم ان الكمال ده مش موجود. اجمل حاجة ممكن تعمليها لولادك ان هم يشوفوا ان مامتهم إنسانة مش روبوت. الكذبة بقى الخامسة دي الأمومة، وده الطبيعي. كتير من الأمهات بتقعد تقول عادي، ما كل الأمهات كده، لكن الحقيقة لأ. التعب النفسي ده مش عادي ومش قدر. الأمومة ليها تحديات بس ده مش معناها إنك تعيشي منهارة ومتدمرة طول الوقت. الحياة ممكن تبقى أهدى وأخف لو بدأنا نغير المعتقدات دي. الأكاذيب دي لو فضلتي مصدقاها هتفضلي تعبانة، لكن لو بدأتي تواجهي الحقيقة هتلاقي طريقة تعافي. أنا جمعت في الكورس بتاعي خطة واضحة تخليكي تكسري الدايرة دي وتعيشي أمومة مختلفة. لو مستعدة تكتبي قصة جديدة لحياتك، اللينك تحت الفيديو مستنياكي.